عبد الله بن هذال القريفة من قبيلة مطير. الأبيات هذه اشتهرت، يعني أنا يمكن من يومنا وغد وأنا أسمع الأبيات هذه من شيباننا دائما يعني يرددونه. والسبب إن عبد الله بن هذال القريفة كان رجال صخي، ففيه ناس زي ما تقولون من أنسابه كأنهم لاموه على كثر الصرف والطيب، قالوا إذا جاء يبي ذبيحة لا تعطونه، على أساس أنه يتأدب. فجاء ضيف جاء يدور ذبيحة ما لقى، وهو يقوم هو يذبح هكا الناقة عنده، وكانت توه يعني جايبة له حوار، ومعروف أنه لما تذبح الناقة أو تذبح الحوار مشكلة، إذا ذبحت الحوار أوذتك الناقة بالحنين طول الليل، معروف الخلوج تقعد تحن لدرجة أنك أنت يا جارة ما تقوى تنام من كثر حنينه، وخاصة أنه حنين موجع يعني يهيض الرجال اللي عنده حزن. هو عقب ما سوى الشيء هذا قال يا جماعة سيف ما فيه كم حمية، سيف صياح الضحى ما تسمعونه، ما تعينوني على ربع هنية، من بغى درب المراجل يمنعونه، هالمراجل ما تهيتها السوية، كود من عض النواجد في سنونه، لا بغيت الهون درب الطيب عية، حالف المضرب على درب المهونة، ما عليه من منقلة الحسية، سام باب الرزق منهم يقطعونه، وان بغيت الهون ساس الطيب عية، حالف المضرب على درب المهونة، حالف ما جوز من جيته ويدان بيت الله وخلقه يدهلونه، ما علينا من مساريد القفية، حبل الرزق معهم يقطعونه، من الحومي الدانية شفت الجفية، من بغى درب الشكالة يدهتونه. درب الشكالة يعني درب المراجل، ويدهتونه الذهتان بلهجة أهل نجد كالوقت، زي ما تقول يفترون عليه بالكلام، يعني يحطون عليه كلام ما ينطبق عليه، زي ما تقولون البهتان أو زي الظلم، نفس المعنى. والأبيات هذه شهيرة للقريفة، وهي تدل على طيب رحمة الله عليه.